هنعمل مع بعض البدنجان المتبل بكل سهوله. هنجيب بدنجان ابيض او اي نوع بدنجان انت عايزاه، وتفلقيه من النص كده، تغسليه طبعا وتفلقيه من النص تمام كده. ونجيب بقى زيت غزير ونحط البدنجان اول ما الزيت يقدح على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تحطش البدنجان غير لما الزيت يقدح. طريقه سهله جدا جدا وبسيطه، وهتاكلي احلى بدنجان مخلل متبل كده. شايفين اللون بقى بدأ يتغير معانا؟ زي ما انتم شايفين يا جماعه كده البدنجان بدأ يفتح، وتقلبي فيه كل شويه عشان بس يبقى كله لونه زي بعض، واخد لون زي بعض كده. خلاص بدأ يفتح. هشيله بقى واحط كمان مره وابدأ اجهز الخلطه اللي احنا هنتبل بيها البدنجان. خلصنا يا جماعه طبق البدنجان، قلناه زي ما انتم شايفين كده، ومعاه قرنين فلفل احمر او شطه بقى اللي انت عايزه تعمليه يعني اعمليه. هنبدا بقى نتبله. التتبيله بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين، عباره عن ايه؟ فلفل شطه احمر من ده، وكمان يعني احمر زي ده يعني اهو. وكمان ملح، وعليها كمون وكزبره وشويه ليمون، عصير ليمون صغيرين. معانا كمان نص كوبايه عصير ليمون، ومعانا بقدونس او كرفس اللي موجود عندك. هنحط بقى رشه نبدا بقى نتبله. نحط رشه كده من البقدونس في الارضيه، ونبدأ بقى ناخد من البدنجان الحلو ده ونتبل. بسم الله الرحمن الرحيم. افتحي بقى البدنجانه كده، شايفين طريه اصلا وجميله ازاي. حاولي ما تكتريش الملح قوي اهو. ترصي بقى واحده جنب واحده كده، بيبقى جميل جدا مع اي جنب اي اكل تعمليه. يعني مثلا اكله كده شعبيه، تعملي البدنجان ده. ممكن تعمليه عادي مع الباميه برضو، بيبقى جميل جدا جنب الباميه. طبعا بتتبليه لما يبرد علشان سخن جدا، بيبقى سخن اول ما بينزل يعني اهو. وكده يا جماعه خلاص خلصنا طبق البدنجان بتاعنا الجميل زي ما انتم شايفين كده. انا حطيت عليه بقى نص كوبايه الليمون اللي انا كنت عصراها، وكمان شويه خل. وزوقنا الطبق بقى بشويه بقدونس، وكمان القرنين الفلفل الحمر دول مديين بقى شغل جامد جدا جدا، يعني حاجه خطيره يعني. والطعم والريحه بقى خطيره جدا، ما اقولكوش يعني على ريحته وطعمه. فانا اتمنى ان انتم تجربوا. شايفين الصوص طبعا، الليمون اللي هو في الطبق بتاع البدنجان ده، هتحبي تاكليه قبل البدنجان كمان. فاتمنى تجربي الوصفه النهارده بتاعه البدنجان، وتقولوا ايه رايكم في الكومنتات. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخي ساميه زين. مع السلامه.